ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اقولك على اسرع واسهل صينية فراخ ممكن تعمليها قبل الفطار ب10 دقايق ومش هتاخد منك اي وقت. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. معايا معلقة توم مهروسة، حاطة فيها شوية من الملح، شوية صغيرين. انا بدق التوم في الهون، بحط معاه شوية ملح. معايا معلقة خل ومعلقة زيت، ومعايا نص ليمونة مع عصرها. والبهارات معايا كمون، فلفل اسود، كزبرة، بابريكا، مكعب من المرقة. هي دي البهارات اللي عندي، وهي دي البهارات اللي بحطها في كل الاكل. بس في اكلات بحط فيها كميات قليلة جدا، وفي اكلات بحط فيها كميات حلوة يعني. تمام كده. ما تنسوش تحطوا اللايك، واللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس امرا يشترك عندي في القناة ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصله كل اشعارات فيديوهاتي. معايا هنا ما شاء الله 4 اوراق فراخ، بس ما شاء الله حجمهم كبير. قسمت الورك لجزئين. تمام كده. بدأت بقى تحت الجلد كده افتح وانغز كل حتة كده في الفراخ اللي معايا، عشان التتبيلة تدخل كده ايه في كل كده ايه الفراخ. تمام كده. هتبلها كلها بالطريقه دي وهركنها على جنب، وتعالوا نشوفوا الخطوه اللي بعد كده. يلا حبايب قلبي، حطوا لي اللايك عشان الفيديو يتشاف، عشان بجد بجد انا متضايقه جدا 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 من قله التفاعل على القناه. انا بحاول بقدر الامكان ان انا ما اطولش عليكم في الفيديو يا جماعه، 5 6 دقايق يعني مش مستاهل كل ده بصراحه يعني. تعالوا نرجع للفيديو. هنا معايا الصينيه اللي هحط فيها الفراخ، معايا معلقه من الزيت كبيره على معلقه من السمنه، او اللي انت بتحبيه او اللي بتحطيه للاكل استخدميه، او المتوفر والمتاح عندك. معايا بصلايه كبيره مقطعاها كده حلقات صغيره. هقلب بقى البصله كده اللي معايا لحد ما تاخد، مش هخليها تاخد لون، هدبلها بس هخليها تدبل معايا بالشكل ده كده. ومعايا الخضار، طماطم مقطعاها حتت صغيره كده، وقرن من الفلفل او 2، وقرن شطة كده. بس انا جايبة فلفل بارد عشان ولادي ما بيحبوش الاكل الحار. تمام كده. هدبل بقى كل الخضار ده كده وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. اللي يشوف الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات كتير. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا دبلت الخضار كده مع بعض كله، واحط بردك نفس البهارات. مش هحط ملح عشان انا حاطه ملح في الثوم وحاطه ملح في التتبيله يعني انا، وكمان حاطه مكعب من المرقه، فطبعا المرقه فيها نسبه من الملح. فمش هحط ملح في الخضار اللي معايا، لان انا كنت حاسه ان انا حطيت ملح كتير في تتبيله الفراخ. تمام، لان الفراخ هتستوي في الخضار ده. هنا بقى حطيت بقى معلقه فلفل اسود، كزبره وكمون وبابريكا. هقلب الخضار ده كله كده لحد ما يدبل كله معايا كده. هنا الخضار بقى هديت عليه النار لحد ما دبل شويه. هجيب بقى وراك الفراخ اللي معايا، او الفراخ اللي معايا ايا كان، حتى لو هتعملي الفرخه كامله نفس الطريقه هتبقى حلوه جدا جدا. عاوزه اقول لكم من بين الجلد كده واللحم حطي كده الخضار وقفلي عليه كويس ورصيه في الصينيه بتاعتك. بجد ما شاء الله كانت حلوه جدا جدا، وهتشوفوها دلوقتي في الفرن بتتكلم عن نفسها. وكان طعمها بجد يا بنات خرافه. اعملوها، ما بتاخدش اي وقت خالص. سيبك بقى من سليق الفراخ والكلام ده كله. لو انت محتاجه للشوربه، انا فعلا كنت محتاجه الشوربه جدا عشان كنت عامله محشي. هتشوفوا بردك دلوقتي معايا. بس لا، انا بصراحه ما عدتش بحب الفراخ مسلوقه جدا يعني. عدتش بحبها غير بالطريقه دي. دايما بعملها بالطريقه دي، بس بعملها بطرق مختلفه كده. بقى تبلت كل الفراخ معايا. هنا معايا نص كوبايه من الميه، نص كوبايه بس مش اكتر. انا ساعات كتير مش بحط لها ميه خالص، بحط لها يعني ايه، ببقى اسيبها تستوي منها في نفسها كده بالسوائل اللي هتنزل منها وبالخضار كمان اللي موجود معايا. بس هنا عشان الوراك معايا كانت كبيره في الحجم شويه، فزودتها نص كوبايه ميه مغليه بس مش اكتر. خدتها بقى غلوتين كده على البوتاجاز، وبعد كده حطيتها في الفرن. بسم الله ما شاء الله، بجد يا بنات تحفه شكلها وطعمها وريحتها قلب الدنيا. عاوزه اقول لكم لما بعمل الفراخ دي الريحه بتبقى جايبه لاخر الشارع. هنا معايا بقى كام ورقه كده من الكزبره، رشيتها عليها وطلعتها من الفرن وغطيت عليها. لو عندك حته فحمه كمان
حطيها بقى في المرحله دي وغطي عليها، بتبقى بصوا تاخد من ريحه الفحم وطعمه تحفه بصراحه. هنا معايا بقى حله المحشي كده، كانت حله صغيره. وكمان فاض مني رز من المحشي، هقول لكم هنعمل بيه ايه الفيديو الجاي. مفيش حاجه هتترمي خالص، احنا ما بنرميش اي اكل. هقول لكم هنعمل بيه ايه. هنا معايا بقى هنعمل الشوربه بتاعت المحشي بتاعنا. معايا هنا بقى حته دهنه كبيره ما شاء الله كده بشراها، وحطيت بهارات ومكعب من المرقه ومعلقه صلصه كبيره. حابه تستغني عن الصلصه استغنى عنها. بعدين نزلت بقى بالميه المغليه وقلبت الكلام ده كله، حطيت رشه ملح صغيره جدا. نزلت بالميه المغليه وقلبت الكلام ده كله مع بعض كده. بعد كده ايه سقيت الشوربه بتاعتي. تعالوا بقى بعد ما هنسيب المحشي بتاعنا يغلي، هد الحله كويس عشان المحشي بصوا كله كده يشرب من الشوربه الجميله بتاعتي. هنا بقى على ما المحشي بقى يغلي ويشرب الشوربه الجميله دي، معايا حته الدهنه هبشرها بقى كده. بصوا بتخليها في حته ثانيه. معايا معلقه سمنه كبيره، هنزل بقى بالدهنه كده واديها تقليبه واحده بس مش اكتر. ومعايا هنا بقى تركايه حلوه قوي تخلي ريحه المحشي جميل. معايا هنا ذره نعناع ناشف. انا بجيب النعناع اخضر وبنشفه وبغسله كويس وبنشفه، وده نوع عندي دايما. فنزلت بقى كده على المحشي. عاوزه اقول لكم كان حلو جدا ما شاء الله، كانت ريحته قلب الدنيا وطعمه كمان حلو قوي. جربوها لو حابه تستغني عن الخطوه دي استغنى عنها. كده كده المحشي بتاعك زي الفل وهيتاكل. هدينا بقى على المحشي لحد ما استوى، ونزلنا بقى كده بالهنا والشفا. بصوا المحشي بجد تحفه. عاوزه اقول لكم المحشي ده يعني ما شاء الله يعني بالهنا والشفا. والفراخ كمان معانا اهي هنرصها ما شاء الله، كنت مغطيه عليها. يا رب ما تبخلوش عليا باللايك، واشوفكم في فيديو جديد واكله جديده من اكلات يوميات ست البيت، ويا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا.